مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: تفاصيل شائعة خطوبة نبيل عبيد من المنتج السعودي خالد راجح، فما القصة؟ أثارت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد تداول فيديو لها خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية، حيث ظهرت نبيلة عبيد النجمة المصرية بجانب المنتج السعودي خالد راجح، الذي قدم لها هدية عبارة عن سلسلة ألماس كتب عليها اسم جذوة، ما دفع البعض إلى التكهن بوجود علاقة خطوبة بينهما. بعد تداول الفيديو تبين أن الفعالية التي حضرتها نبيلة عبيد برفقة المنتج خالد راجح كانت تتعلق بمشروع فني مشترك بين مصر والسعودية. الحدث كان مخصصا لاختيار المواهب التي ستشارك في المسلسل المصري السعودي جذوة، الذي سيبدأ تصويره في مارس 2025 بالمملكة العربية السعودية. وبحسب مصادر محلية مصرية، شهد الحدث حضور العديد من الفنانين مثل عبد العزيز مخيون، سحر رامي، مادلين طبر، مصمم الأزياء هاني البحيري، والمخرج خالد الحجر. من خلال الفيديو المتداول اتضح أن سلسلة الألماس التي قدمها خالد الراجح ليست هدية شخصية، بل كانت مخصصة للمسلسل، حيث تم كتابة جذوة على السلسلة التي تم تصميمها خصيصا لهذا المشروع الفني، وكانت ضمن الهدايا التي تم توزيعها على باقي الحاضرين لتشجيعهم على التفاعل مع العمل الفني المقرر تصويره. كما شمل الحدث تجربة أداء للموهوبين الجدد، حيث تم اختيار مجموعة من الشباب المبدعين ليكونوا جزءا من العمل الذي يعرض قصصا إنسانية مهمة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة، والى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.